اليوم ده كل سنة الناس فيه بتتقسم لفريقين، فريق بيبقى خارج ومبسوط وفريق قاعد في البيت بيعيط وفي حالة نكد وغم وضيقة، مع ان اليوم ده اصلا معمول عشان الناس كلها تفرح. ايه المشكلة؟ ان احنا ربطنا الفرح بشكل واحد، وهو انك لازم تخرج، لازم تبان مبسوط، لازم تكون حواليك ناس كتير. لو ده ما حصلش المخ بيترجم لنا ان في حاجة غلط، بس الحقيقة ابسط من كده بكتير. الفرح مش حدث اجتماعي، مش لازم يعني يبقى حاجة واو جامدة وفي وسط ناس وكده، لان هو اصلا شعور بيبقى نابع من جواك وبيتحدد على مدى راحتك وامانك، مش بمكانك ولا بعدد اللي معاك. علشان كده في ناس بتخرج بس ما بتبقاش مرتاحة، واسأل مجرب صدقني بيبقوا مقطعين في بعض. بس السوشيال ميديا لازم نبان عليها ان احنا كنا خارجين ومقطعين الدنيا وكنا مبسوطين، وان مفيش احلى من خروجتنا وتجمعتنا وكل الكلام ده. انا طبعا مش بقول ان كل حاجه على السوشيال ميديا كده، بس الاكتريه بقت كده، بقى ان احنا بنصور الحدث وبنصور ان احنا مبسوطين حتى لو احنا مش مبسوطين، بس لازم نبين ان احنا مبسوطين. على النقيض الاخر في ناس ساعات بتقعد في البيت مرتاحه. انا مش بدعو للعزله ولا انك تقعد في البيت وما تخرجش وما تقابلش بني ادمين، لا، قابل واتعامل مع الناس، بس لو راحتك وامانك هتبقى في ده خليك احسن في اللي هيريحك. انا مش بدعو للعزله، بس لازم برضو تبص للشعور اللي هتبقى انت حاسس بيه. هل انت تكون حاسس بشعور احسن لما تكون معاهم ولا لما تكون لوحدك؟ ممكن تخرج لوحدك لو ده هيبسطك، برضو انا مش بدعو انك تخرج لوحدك وتبقى متوحد، بس بقول ان لو ده هيفرحك خليه معاك احسن، لو ده هيبقى احسن لك اعمله. اكبر خطأ ممكن تكون بتعمله انك تربط فرحك او سعادتك بسيناريو او شخص، فبالتالي السيناريو لو ما حصلش او الشخص ما تواجدش ايه اللي هيحصل؟ انت احساسك بيقع وبتتضايق، اللي بقى غم يا لهوي وبتعيط قد كده، مع ان اليوم اصلا معمول برضو. هنفضل نقول اليوم معمول عشان الفرح، عشان اليوم ده معمول عشان نفرح، مش علشان نختبر نفسنا ونجلدها. فلو خرجت استمتع يا عم وهيص وانبسط وكلمني لو عايز ننزل مع بعض، تمام. لكن لو اخترت انك تقعد في البيت فارتاح وانبسط واعمل كل اللي انت، وروق على حالك، روق على حالك بجد. لو قاعد في البيت يعني اللي هو يعني زي فيلم على جثتي، اللي هو يعني انا ابقى ميت ومتضايق وهم عايشين ومبسوطين، مش بقول لك نكد عليهم، انا بقول لك انت انبسط انت كمان. يعني ما تبقاش الناس بره كلها عايشه وانت مصر تموت نفسك، لا، حتى لو تفرح لوحدك بس افرح، ما تضايقش نفسك. اهم حاجه ما تديش لليوم سلطه على فرحتك. كل سنه وانتم طيبين، انجوي.